مع دخول شهر رمضان بنحب دايما نجدد وننوع في كل الوصفات بتاعتنا. في الفيديو ده معايا منيو اسبوع كامل لشهر رمضان. كل يوم معانا اسبوع مختلف عن التاني. هنقدم كده مع بعض وصفات كتير جدا، وهنتعرف كده على منيوهات مختلفة ومتنوعة، وأفكارها دايما جديدة وحلوة جدا. هتريحك طبعا من حيرة وتعب كل يوم ان احنا ناكل ايه ونفطر ايه، وكمان معاها الحلو والمشروبات وكل حاجة بتبقي محتاجاها عشان شهر رمضان. فلو لسه مستمرة معايا في الفيديو ما تنسيش طبعا اللايك والشير للفيديو، وكمان اعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الحلوة. يلا نبدأ حلقتنا. طبعا اول اسبوع معانا في شهر رمضان هيبقى مختلف شوية، وهنحاول ان احنا ندخل فيه هنحاول كده ندخل فيه وصفات. هنقسمها لأربع أجزاء: وصفات اقتصادية، ووصفات لحوم، ووصفات هتبقى لحوم واقتصادية، هيبقى ميكس بين الاتنين. واخر اسبوع طبعا هيبقى ميكس ما بين الاربعة. تمام كده. فناخد اول اسبوع معانا وهنبتدي نعمل. في اول يوم هيبقى معانا كبدة اسكندراني، ومعاها مكرونة اسباجيتي او مكرونة بالصلصة الحمراء، وهنعمل جنبها سلطة بلدي، ومعاها شيبسي ومخلل مشكل او زيتون، وهيبقى معاها خيار حلقات. تمام كده. ومعاها طبعا العيش البلدي. ده اول سفرة معانا. هيبقى الحلو في اليوم ده هيبقى كنافة بالمكسرات او كنافة بالمانجا او اي نوع كنافة بتحبيه. تمام. ومعاها طبعا العصير المفضل، يعني عصير العناب او عصير التمر الهندي. تمام كده. كده خلصنا اول يوم معانا، عملنا فيه الوجبة الرئيسية وكمان الحلو وكمان المشروب. نروح لتاني يوم وهيبقى معانا فيه هنعمل فيه طبعا فراخ بانيه، ومكرونة طبعا بالصلصة الحمراء اللي هي البنة. تمام. نحاول كده ننوع ونشكل في انواع المكرونات، وهيبقى معاها مخلل وشيبسي وسلطة وعيش بلدي. تمام. وهنعمل جنبها طبعا الحلو، هتبقى لقمة القاضي، ومعاها طبعا المشروب يبقى عصير برتقان. نروح بعد كده لتالت يوم وهنعمل فيه نوع كده مختلف شوية. هندخل طبعا السمك المشوي على السفرة، عشان هو طبعا بيبقى ايه، ما بيبقاش محبب قوي في شهر رمضان، بس نحاول ندخله مرة او مرتين على الاقل في الشهر. تمام كده. هنعمل تالت يوم سمك مشوي، وهيبقى جنبه الرز الابيض او رز بالبصل، وهنعمل معاه سلطة خضراء او سلطة بلدي، ومعاها البدنجان المخلل المقلي او بدنجان مقلي بالدقة. تمام. ومعاه طبعا جرجير وشرايح من الخيار. تمام كده. ولو حابة طبعا تبدلي البدنجان بالطماطم المخللة بيبقى حلو جدا. هيبقى طبعا معانا اليوم ده العصير هيبقى تمر هندي، والحلو طبعا هتبقى ام علي بالمكسرات، او كمان عندنا طبعا قطايف طبعا محشية اي نوع من المكسرات. عندنا زبيب وجوز الهند وسوداني، او قطايف مثلا مش محشية حاجة برضو بتبقى حلوة جدا. تمام. كده خلصنا تالت يوم. نروح طبعا على رابع يوم وهنعمل فيه مكرونة. طبعا طبق اقتصادي كده ويوم كده اقتصادي. زي ما قلتلك هناخد اسبوع هيبقى اقتصادي اول حاجة. تمام.
نروح لرابع يوم هيبقى مكرونة. عندنا مكرونة حمرا بالكبدة، ومعاها سلطة خضرا وبطاطس محمرة وعيش بلدي وكمان مخلل ومعاها طحينة. تمام كده. وطبعا الحلو معانا هيبقى عندنا بلح الشام، وفي طبعا انواع كتير من بلح الشام. هنعمل طبعا بلح الشام اللي هو حجمه صغير ده، بيبقى لذيذ جدا. وهنحشيه طبعا كريمة ومكسرات، بيبقى رهيب وفي منتهى الجمال. هيبقى طبعا معانا المشروب عصير برتقان او عصير ليمون. طبعا عارفين لما بيبقى فيه لحوم بنحتاج ان احنا ناخد عصاير مهضمة شوية زي الليمون بالنعناع وكده، والليمون بس بيبقى تحفة جدا. نروح بعد كده لخامس يوم، هنعمل فيه طواجن مكرونة فرن، اللي هي السادة خالص من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا كمان اسماك، وهيبقى معاها شيبسي ومخلل وكمان سلطة بلدي. حلو كده. كده سادس يوم معانا، فكرته بسيطة ومختلفة وجميلة جدا. هنعمل طبعا المشروب بتاعنا عصير فراولة، والحلو بتاعنا هيبقى رز بلبن. بما اننا عملنا حاجة في الفرن، فنستغل برضو الوقت كده ونعمل حاجة برضو في الفرن. هنعمل رز بلبن وهنحمر كده الوش بتاعه في الفرن، وهيبقى جميل جدا جدا. نروح لآخر يوم معانا، وبكده يكون الأسبوع خلص. وهنعمل فيه كشري مصراوي، ولو حب عليه برضو كبدة بيبقى هايل جدا. تمام. الكشري اللي بيبقى عليه حمص الشام والصلصة والحاجات ديت بتبقى وصفة في منتهى الجمال، مشبعة ومغذية وسريعة وخفيفة وحلوة جدا جدا. العصير طبعا بتاعنا هيبقى عصير ليمون، ومعاها الحلو هيبقى مهلبية